مفاجأة سارة عملها حسام حسن من غير قصد لجوارديولا ومرموش لما بدأ به مهاجم صريح. كانت في مباراة زيمبابوے. انتوا عارفين ان حسام حسن امبارح بالصدفة جاب الحل لجوارديولا ومرموش وازاي يقدر يشارك بشكل اساسي مع السيتي وهو مش واخد باله. مرموش امبارح كان نجم الماتش وخد حقه من الاشادة اكيد، بس انا جاي اتكلم في نقطة تانية. مرموش امبارح مظهرش كويس غير لما خد حرية في الملعب ولعب معاه مهاجم صريح وبكى هو مهاجم تاني أو لاعب حر، وده نفس اللي خلاه يتألق في فرانكفورت لوجود إكتيكي، وهو اللي كان مخليه كويس قبل الإصابة في نهاية موسم السيتي اللي فات لما كان بيشارك أساسي مع هالاند. مرموش امبارح بدء كمهاجم صريح، وده نفس التصنيف اللي بيبقى مصنفه له السنة دي كبديل لهالاند، لكن الحقيقة انه ما كانش كويس وكان ظاهر بشكل سيء ومش بيتحرك بحرية لحد خروج إمام ونزول مصطفى. وده ليه؟ ده راجع لأن مرموش مش مهاجم محطة وتارجت يفضل في ال 18، هو راجل بيتغذى على التحرك في المساحات اللي بتتخلق بسبب المهاجمين أو الأجنحة لما بتخش العمق، وكمان ده بيساعده إنه يسدد كتير لأن المساحة والوقت بيكونوا معاه. مرموش من أذكى لاعيبة العالم في التحرك للمساحة والتمركز فيها ومن أفضل المصوبين من وضع الثبات أو الحركة، وبجانب إنه دريبلير كويس. كل دي مش صفات مهاجم صريح، دي صفات مهاجم أشبه بألفاريز أو جريزمان، ولازم استغلاله في المركز ده سواء مع المنتخب أو النادي. لا تما باروكنسه.